بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مروة رضوان. النهاردة جايين نتكلم عن حاجة جميلة جدا، ازاي نقدر نبقى مبرمجين فاشلين، وازاي نقدر نبقى على اول خط الصح او الطريق الصح للفشل في البرمجة. طيب، علشان نبقى مبرمجين فاشلين عندنا شوية خطوات هنمشي عليها. اول خطوة يا سيدي منهم ان احنا نتعلم اكتر من مجال واكتر من لغة في نفس الوقت. يعني اتعلم سي مع سي بلس بلس مع جافا مع ماتلاب مع مثلا بايثون، كلهم في نفس الوقت كده مع بعض، كل ساعة كده اتعلم لغة جديدة. ويا سلام بقى لو انا متعلم لغة معينة ما طورش نفسي فيها اصلا ولا اعرف ايه الجديد اللي حصل فيها. طيب، كده احنا بقينا في اول خطوة من خطوات ايه؟ الفشل. بما ان احنا مصرين ان احنا نكمل في الفشل، هنقول الخطوة اللي بعدها على طول. طب الخطوة التانية علشان تبقى فاشل بقى، جمع فيديوهات كتير قوي، وجمع كتب كتير جدا، وجمع اي ماتيريال بقى تلاقيه في سكتك، اي موقع تلاقيه في سكتك جمعه، حطه عندك. طيب بعد ما تجمعهم عندك اوعى تقراهم، اوعى تقراهم، انت مجرد ان انت هتجمع الحاجه بس. شايف انت اللينكات الطويله اللي بتنزل، بوستات الافاده الكتير قوي اللي بتنزل على الفيسبوك اللي احنا بنعمل لها سيف؟ هي البوستات الجميله دي اللي بنعمل لها سيف. هتعمل سيف لبوستات زيهم كده مع اخواتهم، وهتنزل فيديوهات وتحطهم على اللاب بتاعك في بارتيشن اسمه بوكس، وتخلي البارتيشن ده موجود عشان البارتيشن ده مهم جدا على اي لاب. بلس بقى ان انت ممكن ايه تتفرج على الانترو بتاعت كل كورس، الانترو اللي هي بتبقى 5 دقايق 10 دقايق دي. بعد ما تتفرج على الانترو تروح تكتب في السي في بتاعك او البورتفوليو بتاعك ان انت بروفيشنال في الحاجه اللي انت سمعت عنها 10 دقايق. تمام. عجبني بقى اصراركم ان احنا نكمل ونخش الخطوه اللي بعدها على طول. الخطوه الثالثه عشان نكمل في الفشل، ان احنا مش هينفع ان احنا ننقل معلومه لاي حد. اوعى تساعد حد، ما تساعدش حد في الدنيا خالص. اي حد يسألك طنشه كده، قول له حاضر ان شاء الله ربنا يسهل، انما اوعى تدي معلومة انت اتعلمتها لحد. تمام. بما اننا بقى خلاص وصلنا لثالث خطوة، وهي تعتبر الخطوة اللي قبل الأخيرة، هنيجي بقى لآخر وأهم خطوة في الفشل، اللي هي الخطوة الرابعة معانا. ايه الخطوة الرابعة دي بقى؟ انت اتعلمت حاجة معينة يا سيدي، طيب جالك مشروع، اقبله من غير ما تفكر. اوعى تفكر اصلا اذا كنت هتقبل المشروع ولا لا. اوعى تسال العميل انت طالب ايه ولا عايز ايه، هو مجرد ما يقول لك انا عايز ويب سايت، ماشي يا باشا انا معاك على طول. تمام. عايز ابلكيشن، تمام، وايه المشكله؟ العميل دايما على حق، اول ما يقول لك على حاجه قول له حاضر. اوعى تفكر او اوعى تحاول تقنع العميل بالصح في المجال بتاعك ايه. بما انك ما تحاولش تقنع العميل ان ايه الصح وهتعمل له اللي هو يريحه، فكر بقى في اللي يخصك. طب ايه اللي يخصك اللي هتفكر فيه واللي هتبدأ تدور عليه؟ الفلوس. هتقبض كام؟ هتقبض كام وهتقبض قد ايه وفي مدة قد ايه؟ طيب، في نيجي بقى لحاجة تانية. في ناس كتير قوي بتيجي تحدد ان الشغل بتاعها بياخد شهر، تريح اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، رابع اسبوع تريح نصه، وفي النص التاني من رابع اسبوع تبدأ تشتغل. اوعى تشتغل قبل كده، اوعى تشتغل قبل كده. ازنق نفسك في اللحظه الاخيره. اللحظه الاخيره دي بتطلع ابداع، بتطلع كل المشاكل البرمجيه اللي في الدنيا هتظهر في الكود بتاعك، لان انت زنقت نفسك في الوقت، وبكده انت بقيت فاشل فعلا بكل معنى الكلمه. طب انا كده حطيتك على اول الطريق علشان تبقى فاشل كمبرمج. طب لو انت بقى عايز تنجح فعليا، انسى كل اللي انا قلته دوت، او خليك فاكره على طول واعمل العكس بتاعه. اتمنى اكون افدتكم في الشوية الصغيرين دول. وبشكر استاذ محمد عبد الفتاح على الاستضافة الجميلة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.